سبت دهبي عند حماتي عشان الأمان، ولما احتجته عشان أسدد ديون أبويا اكتشفت إنها بعته من زمان. أنا اسمي سارة، عندي 27 سنة ومتجوزة محمود بقالنا سنة ونص. الحمد لله حياتنا كانت هادية، وحماتي كانت دايما بتعاملني كويس، أو على الأقل ده اللي أنا كنت فاكراه. بعد الفرح بأسبوع تقريبا كنت قاعدة في الصالة بشرب شاي، لقيت حماتي دخلت وقعدت جنبي وهي بتبتسم. سارة يا بنتي، أنا عايزة أقولك على حاجة. ابتسمت وقلت لها اتفضلي يا ماما. قالت وهي بص على الشبكة اللي في إيدي، بصي يا حبيبتي، الزمن مبقاش أمان وانتوا لسه في أول جوازكم. سيب الدهب عندي، أنا عندي خزنة في الدولاب محدش يعرف عنها حاجة ويبقى في أمان. بصيت لمحمود لقيته بيهز راسه. بصراحة يا سارة، ماما معاها حق، الشقة لسه داخلها ناس كتير، ولو لا قدر الله حصل سرقة نبقى خسرنا كل حاجة. كنت مترددة شوية. بس يا محمود، ده دهبي. ابتسم وقرب مني. وده هيبقى دهبك برضو يا حبيبتي، محدش هيقرب له، أول ما تحبي تاخديه هتلاقيه زي ما هو. حماتي مدت إيديها. انتي بنتي قبل ما تكوني مرات ابني، هو أنا هاكل حقك؟ ابتسمت بحرج وقمت دخلت أوضتي وجبت العلبة الحمراء اللي فيها الشبكة وكل دهبي. حماتي أخدتها وبستنا من راسي. ربنا يديم المحبة بينا يا بنتي. ومرت الأيام وسنة ورا سنة لحد ما بقينا متجوزين بقالنا 8 سنين. ولا مرة طلبت الدهب ولا حتى فكرت أسأل عليه، لأني كنت واثقة إن الأمانة عند أهلها. ما كنتش أعرف إن الثقة دي هي أغلى حاجة هخسرها في حياتي. وفي يوم محمود قال لي يلا يا سارة، هنروح نزور باباكي، بقالنا كتير ما رحناش. ابتسمت ولبست بسرعة، وأنا آخر واحدة كنت أعرف إن الزيارة دي هتقلب حياتي كلها. أول ما دخلت بيت أهلي حسيت إن في حاجة غلط. أمي كانت بتحاول تبتسم بس عينيها كانوا مليانين دموع، وأبويا اللي عمره ما كان بيشتكي كان قاعد ساكت بشكل خوفني. وقتها قلبي اتقبض وحسيت إن في مصيبة مستخبية ولسه هعرفها. قعدت أسلم على أبويا وأنا بحاول أقنع نفسي إني إحساسي غلط. بوست راسه وقلت له إزيك يا بابا، عامل إيه؟ ابتسم ابتسامة باهتة. الحمد لله بخير، طول ما انت بخير أنا بخير. لكن أنا عارفة أبويا كويس، الراجل ده عمره ما كان وشه بيكذب، حتى وهو بيبتسم كنت شايفة الحزن مالي عينيه. محمود قعد يتكلم معاه عن الشغل والأسعار، وأنا استأذنت ودخلت المطبخ أشوف أمي. أول ما دخلت لقيتها واقفة قدام البوتاجاز، لكن النار كانت شغالة من غير ما تحط عليها أي حاجة. كانت سرحانة بشكل يخوف. قلت لها وأنا بحط إيدي على كتفها مالك يا أمي، في إيه؟ اتخضت وبصيت لي بسرعة وبعدها ابتسمت بالعافية. ولا حاجة يا حبيبتي. قلت لها يعني إيه ولا حاجة؟ أنا شايفاكي من أول ما دخلت وإنتي مش طبيعية، ولا بابا طبيعي، فيكم حاجة، في إيه احكولي. هزت راسها. ما تشغليش بالك. مسكت إيديها وقلت لها قوليلي في إيه، ما تخلينيش قلقانة كده. سكتت شوية وبعدها دموعها نزلت من غير ما تتكلم. حضنتها بسرعة. إيه يا أمي، حد تعبان؟ بابا ماله؟ مسحت دموعها. أبوكي كويس بس واقع في مصيبة. قلبي وقع. مصيبة؟ مصيبة إيه؟ ردت بصوت مكسور. عليه دين كبير يا بنتي.
حسيت إن الدنيا اسودت قدامي. دين إزاي؟ كان داخل في شغل مع واحد صاحبه، الراجل خد الفلوس كلها واختفى، والديانة دلوقتي بيطالب أبوكي بالمبلغ. طب كام؟ المبلغ كبير قوي، وإحنا بعنا كل اللي نملكه ولسه ناقص مبلغ كبير، ولو ما اتدفعش نزلت دموعها تاني. هيتحبس يا بنتي، لو الفلوس ما اتدفعتش هيحبسوا أبوكي. أول ما سمعت الكلمة دي حسيت إن قلبي اتقبض. أبويا يتحبس؟ الراجل اللي طول عمره بيشتغل من الفجر لليل عشان يربينا. قلت لها وأنا دموعي سبقتني: ليه مخبي عليا؟ علشان ما يشيلكيش هم. كان بيقول انت متجوزة وليكي بيت وما ينفعش يحملك فوق طاقتك، انت فيك اللي مكفيكي، وانا بنته. يعني ايه معرفش؟ المفروض كنتوا تعرفوني، مش تسيبوني كده آخر من يعلم. هي جت كده بقى يا بنتي، معلش، بس هو يعرف اني قلتلك هيزعل مني قوي. حضنتها وانا بعيط: ما تقلقيش يا امي، ان شاء الله ربنا هيفرجها. خرجت من المطبخ وانا بحاول امسك نفسي. محمود اول ما شاف وشي قام وقف: مالك يا سارة؟ تعالى معايا البلكونة. خرجنا برا بعيد عن ابويا وامي. قلت له كل حاجة. فضل ساكت شوية وبعدها اتنهد: لا حول ولا قوة إلا بالله. لازم نساعدهم يا محمود. أكيد طبعا. إحنا معانا كام؟ بصيلي بحرج: يا سارة، والله لو معايا هديه من غير ما تطلبي. أنا عارفة، بس المبلغ كبير جدا، وأنا لسه داخل في الجمعية، وكمان عندي أقساط العربية والشقة. طب نستلف. جربت قبل كده، وكل اللي أعرفهم ظروفهم صعبة. طب نبيع العربية. العربية أصلا عليها أقساط، ولو بعناها مش هتجيب المبلغ. سكتنا، كل واحد فينا بيفكر، وأبويا جوه البيت عامل نفسه بيضحك مع أمي، وهو في الحقيقة مستني بكرة يمكن يضيع عمره كله بسبب الدين. فضلت بصة في الأرض، وفجأة افتكرت حاجة خلتني أرفع راسي بسرعة. أيوة افتكرت، الدهب. ماله؟ دهبي. سكت لحظة: صح، أنا عندي شبكة ودهب كويس، لو بعناها هنقدر نسد جزء كبير من الدين. هز راسه: معاكي حق. ابتسمت لأول مرة من ساعة ما دخلت البيت. الحمد لله، ربنا عمره ما بيسيب حد. إن شاء الله. بكرة الصبح نروح عند مامتك، ناخده ونبيعه على طول. أكيد ده حقك، وأول ما تطلبيه هتديهولك. رجعنا قعدنا مع أهلي تاني، لكن عقلي ما كانش معاهم. كل اللي أنا كنت بفكر فيه هو العلبة الحمراء، العلبة اللي فيها دهبي كله. كنت مطمنة لأني حماتي بنفسها هي اللي قالت لي يومها: الدهب ده أمانة عندي يا بنتي. رجعنا البيت بالليل وما قدرتش أنام. كل شوية أبص للسقف وأقول لنفسي: بكرة كل حاجة هتتحل، بكرة هنجيب الدهب، بكرة هننقذ بابا. ما كنتش أعرف إن بكرة هو اليوم اللي هعرف فيه إن أصعب حاجة في الدنيا مش إنك تخسر فلوسك، أصعب حاجة إنك تخسر ثقتك في أقرب الناس ليك. صحيت تاني يوم بدري جدا، يمكن قبل المنبه نفسه. فضلت بصة للسقف كام دقيقة، وكل اللي بيدور في دماغي هو شكل أبويا وهو بيحاول يضحك قدامنا، وعينيه كانت مليانة كسر. قمت بسرعة، اتوضيت وصليت، وقعدت أدعي: يا رب، أنا عمري ما طلبت منك غير الستر، استرها مع أبويا، ما تكسرش قلب ولا تخليه يمد إيده لحد. بعد ما خلصت صلاة لقيت محمود صحي هو كمان. ايه ده، صحيتي؟ من بدري. ما تقلقيش يا سارة،
إن شاء الله خير، الأزمة هتتحل. ابتسمت ابتسامة صغيرة، لكن جوايا كان في خوف غريب من غير سبب. عارف يا محمود، أول مرة أحس إن قلبي مقبوض كده بالشكل ده. طبطب على إيدي. استعيذي بالله، كله هيبقى خير. قمت حضرت الفطار بسرعة وأكلنا وإحنا ساكتين. ولما خلصنا لبست عبايتي وأخدت شنطتي. محمود أخد مفاتيح العربية. يلا بينا نروح، مفيش وقت نضيعه. ركبنا العربية والطريق كله كنت سرحانة، كل شوية افتكر اليوم اللي سلمت فيه الدهب لحماتي. كنت ساعتها فرحانة قوي، فاكرة انها قالت لي وهي بتحط العلبة في الخزنة: اهو كده بقيت مطمنة عليه، محدش يعرف مكانه غيري. وساعتها ضحكت وقلت لها: انا مطمنة طول ما هو عندك يا ماما. اتنهدت غصب عني، ومحمود لاحظ. سرحانة في ايه؟ في اليوم اللي ادينا فيه مامتك الدهب، دي كانت خايفة عليكي. أيوة، كانت دايما تقول إن الدهب أمانة وهي هتحافظ عليه، وأنا واثقة في كده. وصلنا البيت. أول ما دخلنا حماتي كانت قاعدة في الصالة بتتفرج على التلفزيون. أول ما شافتنا قامت بابتسامة واسعة: يا أهلا يا أهلا بحبايب قلبي. حضنتني وبستني: ايه المفاجأة الحلوة دي؟ وحشتيني قوي يا ماما، وانتوا كمان والله. دخل محمود بس ايديها وقعدنا شوية نتكلم في كلام عادي. سألتنا عن الشغل وعن أحوالنا، وعملت شاي بنفسها. وأنا كل شوية أبص لمحمود وهو يهزلي براسه كأنه بيقول لي استني شوية. بعد حوالي نص ساعة أخدت نفس. ماما، كنت عايزة منك طلب. اتفضلي يا حبيبتي. أنا محتاجة الدهب بتاعي. ضحكتها اختفت لحظة لكن رجعت بسرعة. دهب ايه يا بنتي؟ افتكرت انها نسيت، فضحكت وقلت: العلبة الحمراء اللي حضرتك أخدتيها مني بعد الجواز. سكتت وبصت لي كام ثانية، وبعدين بمنتهى الهدوء: مش فاهمة تقصدي ايه؟ حسيت اني ما استوعبتش. قلت وانا بضحك: يا ماما، الشبكة والدهب بتوعي اللي سبته معاكي. بصت لي باستغراب اكتر: انا اخدته امتى؟ ضحكتي اختفت وبقيت ابص لمحمود. ايه يا محمود، قول لها. محمود استغرب هو كمان: يا ماما، الدهب اللي سارة سابته عندك بعد الفرح. حماتي عقدت حواجبها. أنا أول مرة أسمع الكلام ده. حسيت إن قلبي نزل في رجلي. إزاي أول مرة أنا سلمتهولك بإيدي؟ لا يا سارة، انت شكلك ناسية. رفعت صوتي غصب عني: ناسية ايه؟ انت بنفسك قلتيلي سيبيه عندي عشان يبقى في أمان. حماتي قامت وقفت وقالت بنبرة بدأت تعصبني: بس أنا ما قلتش كده. لو عندك دهب دوري عليه في بيتك، أنا مالي. محمود قام هو كمان: يا ماما، ايه الكلام ده؟ احنا الاتنين كنا موجودين، يعني هتكذبوا أمكم؟ أنا ما عنديش دهب لحد. قلت لها وأنا دموعي بدأت تنزل: حرام عليكي، ده عمري كله. وأنا ذنبي ايه؟ طب افتحي الخزنة خليني أشوفها. مش هفتح حاجة، دي حاجتي ومحدش ليه عندي حاجة. حسيت إني نفسي بيتقطع. يعني الدهب فين؟ سكتت لحظة وبعدين قالت الجملة اللي وقفت الزمن كله بالنسبة ليا: الدهب اتباع من زمان. بصيت لها بعدم استيعاب: بعتيه ازاي؟ والمين؟ ومين أصلا سمحلك؟ أنا بعته من نفسي. ايه، مش دهب ابني؟ قلت لها وأنا بصرخ: ازاي؟ ازاي تبيعي دهبي؟ قالت وهي قاعدة مكانها ولا كأنها عملت حاجة: كان عندنا ظروف احتاجنا الفلوس. ظروف مين؟
أخو محمود سلفك جهزنا بيه الشقة بتاعته لما كان بيتجوز، وكان لازم نجهز شقته فبعناه. كنا هنعمل ايه يعني؟ فضلت بصة ليها مش قادرة أصدق. يعني جهزت شقة ابنك بذهبي أنا؟ هو أخو جوزك فعادي يا بنتي، وكلها عيلة واحدة. صرخت بكل قوتي: لا، مش كلها واحدة، ده حقي، انتي خدتي أمانة مش ملكك، ملكيش حق أصلا تتصرفي فيه بمزاجك. محمود كان واقف مصدوم ووشه بقى أصفر. يا ماما، انتي عملتي كده بجد؟ أيوة يا ابني، وإيه يعني؟ انتوا الاتنين ربنا موسعها عليكم، أما أخوك كان محتاج. قلت لها وأنا بعيط: وأبويا، أبويا هيتحبس، أنا جاية أخد حقي عشان أنقذ أبويا، انتي ضيعتيه. أنا ما عنديش حاجة أديهالك، ولو مش عاجبك اعملي اللي تعمليه. ساعتها حسيت إن رجلي مش شايلاني، وقعت على الكنبة، ومحمود كان واقف بيني وبين أمه، وملامحه لأول مرة في حياته كانت بتقول إنه مش عارف يقف في صف مين. أما أنا فكل اللي كنت بفكر فيه: إزاي إنسانة كنت بناديها يا ماما قدرت تخون أمانة سلمتها لها بإيدي، وبعد 8 سنين تبصلي في عيني بكل برود وكأن حق عمره ما كان موجود. بعد اللي حصل مع حماتي رجعت أنا ومحمود شقتنا وإحنا ساكتين، ولا واحد فينا كان قادر يبص للتاني. كنت قاعدة على الكنبة بعيط، وهو واقف في البلكونة ماسك دماغه بإيده. قرب مني بعد شوية وقال بصوت مكسور: سارة، والله العظيم أنا ما كنتش أعرف إن ماما عملت كده. بصيت له والدموع مغرقة وشي. وأنا أعمل إيه دلوقتي؟ أبويا ممكن يتحبس يا محمود، أنت فاهم يعني إيه يتحبس؟ فاهم، وهتصرف. هتتصرف إزاي؟ الفلوس اللي في الدهب كانت كل اللي أملكه. محمود فضل ساكت. أنا السبب، إحنا الاتنين السبب، وثقنا زيادة. تاني يوم صحينا على صوت رن الفون تبع محمود. بص في الشاشة واتفاجئ: ده كريم أخويا. أيوة يا كريم. لكن فجأة ملامحه اتغيرت. كريم كان بيزعق من الناحية التانية: انت فين؟ تعال حالا عند ماما، حالا يا محمود. في ايه؟ تعال بس وهتفهم كل حاجة. قفل السكة، بصلي وقال: مش عارف حصل ايه، بس يلا بينا. ركبنا العربية وأنا قلبي بيدق بسرعة. أول ما دخلنا بيت حماتي لقينا أصوات صريخ مالية البيت كله. كريم كان واقف قدام أمه ووشه أحمر من العصبية. وأول ما شاف محمود: أخيرا جيت، في ايه؟ احكي له عملت ايه. أنا ما عملتش حاجة. كريم زعق فيها لأول مرة في حياته: لا عملتي، مراتي قالت لي كل حاجة، ولما سألتها قالت إن سارة كانت بتعيط امبارح بسبب الدهب. أنا كنت فاكر إن الدهب بتاعك، لكن لما عرفت إن الدهب سارة وإنها كانت سايباه عندك أمانة حسيت إني اتكسرت. أنا والله العظيم لو كنت أعرف إن الشقة اتجهزت بدهب مرات أخويا ما كنتش دخلتها. سكت البيت كله. أنا كنت واقفة وببصله ومش مصدقة. حماتي قالت وهي بتحاول تدافع عن نفسها: وأنا عملت كده عشانك يا ابني. مين طلب منك؟ أنا كنت أفضل طول عمري في شقة إيجار ولا آخد جنيه مش حقي، ده حق بنت الناس، انت خنتي الأمانة. حماتي بدأت تعيط: كنت ناوية أرجعه بعدين يا ابني. بقالها 8 سنين مستنية، هترجعيه امتى؟ بعد 20 سنة. محمود كان واقف ساكت، وفجأة: أنا عمري ما تخيلت إن اليوم ده يجي وأقف ضد أمي، لكن اللي عملتيه غلط وغلط كبير. أنا قربت من كريم وقلت له: أنا مش زعلانة منك، لأن واضح إنك ما كنتش تعرف. والله العظيم يا سارة ما كنت أعرف، ولو كنت أعرف كنت بعت الشقة نفسها ورجعتلك حقك. بعدها كريم دخل أوضته، وبعد شوية خرج وهو ماسك ملف.
حطه قدام محمود. دي كل أوراق الشقة، أنا هبيعها، ولو خسرت فيها هخسر، بس مستحيل أعيش في بيت مبني على الظلم. لا، مش مطلوب منك تعمل كده. لا، مطلوب لأن حقي مش مبني على باطل. لو الشقة دي اتجهزت بجنيه واحد مش حقي، أنا مش عايزها. حماتي قعدت على الأرض وفضلت تعيط. انتوا كلكم قلبتوا عليا. احنا ما قلبناش عليكي، انت اللي قلبت على بنت اعتبرتك أمها. سكتت ومرضتش. خرجنا من البيت وفي العربية أنا خلاص خدت قراري. قرار إيه؟ هنرفع قضية، حتى لو أخدت سنين الحق لازم يرجع. وأمك؟ اللي يعمل الغلط يتحمل نتيجته. فضلنا نجري ورا حقنا فترة طويلة، وكريم كان شاهد معانا واعترف إنه عرف إن الشقة اتجهزت بدهبي من غير علمه، وإنه مستعد يشهد بالحقيقة. وأبويا الحمد لله ربنا سترها عليه، وأهل الخير وقفوا جنبه وقدر يسدد الدين قبل ما يتحبس. أما أنا عمري ما رجعت أثق في أي حد بنفس الطريقة، واتعلمت إن الأمانة مهما كان صاحبها قريب لازم يبقى فيها إثبات، لأن الحقوق ما بتتحفظش بالكلام. دي كانت قصتي يا جماعة، وبجد لحد النهاردة كل ما افتكر اللي حصل قلبي بيوجعني. انتوا شايفين اللي حماتي عملته ده يتسامح فيه؟ ولو كنتوا مكاني كنتوا هترفعوا قضية تطالبوا بحقكم، ولا كنتوا هتسامحوها عشان خاطر جوازكم؟ بجد مستنية آرائكم في التعليقات، يمكن ألاقي حل يريح قلبي.